عارف اللي بيسوق موتوسيكلات بسرعة وبيزنق نفسه بين العربيات بيعمل كده مش عشان يتمنظر، بيعمل كده عشان ياكل عيش. بس للأسف الأكل اللي بيجري عشانه ممكن يبقى هو السبب إنه ما يقومش على رجليه تاني. أعزائي النواعين والنواجعات، أنا بشوف يوميا شباب دخلوا العمليات مش عشان سباق، عشان شغلهم وعشان لقمة عيشهم، بس بعد الحادثة الشغل راح والعيشة وقفت والحلم اتكسر، وبيفضل بقية حياته ماشي بعكاز أو على كرسي متحرك. السرعة مش بطولة، والتهور مش رجولة، ومفيش شغل يستاهل انك تضحي برجلك او عمودك الفقري عشانه. لو عاوز تعرف اكتر عن امراض العظام تابعني، انا دكتور محمد البواري، وده كلام في العظم. عارف اللي بيسوق موتوسيكلات بسرعه وبيزنق نفسه بين العربيات بيعمل كده مش عشان يتمنظر، بيعمل كده عشان ياكل عيش. بس للاسف الاكل اللي بيجري عشانه ممكن يبقى هو السبب انه ما يقومش على رجليه تاني. اعزائي النواعين والنواجعات، انا بشوف يوميا شباب دخلوا العمليات مش عشان سباق، عشان شغلهم وعشان لقمة عيشهم، بس بعد الحادثه الشغل راح والعيشة وقفت والحلم اتكسر، وبيفضل بقية حياته ماشي بعكاز أو على كرسي متحرك. السرعة مش بطولة، والتهور مش رجولة، ومفيش شغل يستاهل إنك تضحي برجلك أو عمودك الفقري عشانه. لو عاوز تعرف أكتر عن أمراض العظام تابعني، أنا دكتور محمد البواري، وده كلام في العظم.